واستمرارا للجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، أصدرت المحكمة العسكرية العليا جنايات حكما بمعاقبة فراج أبو العز أحمد سليم بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 500 جنيه ومصادرة المضبوطات لاستعماله القوة والعنف مع مكلف بخدمة وحيازة سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض. وجدير بالذكر أن المتهم له 34 سابقة جرائم متنوعة. كما أصدرت جنايات عسكرية الإسكندرية حكما بمعاقبة كل من نبيل علي محمد علي وهاني منصور شنودة داوود وأيمن منصور شنودة داوود وفادي منصور شنودة داوود ومحمد خميس السيد حمدان ووليد رأفت عبد الستار محمد وشعبان محمد سليم ومحمد عبد المنعم محمود وأشرف عبد الحميد محمود بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 50,000 جنيه لإتلاف إحدى المباني التاريخية. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا جنح عسكرية الإسكندرية حكما بالحبس لمدة 5 سنوات لكل من رمضان هاشم إبراهيم مراد وأحمد سعيد عبد الرحيم حسن لتعلية مبان بدون ترخيص. وحكما آخر على كل من أيمن عنتر عبد الله سليمان ومحمد سعد عبد اللطيف السيد وأحمد سعد عبد اللطيف السيد وصبحي السيد محمد وإسلام محمد فرج مبروك بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه لكل منهم لحيازة سلاح أبيض وترويع المواطنين. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا جنايات عسكرية شرق حكما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات و500 جنيه غرامة على أحمد رمزي علي عمار لارتكابه سرقة بالإكراه مستخدما سلاحا أبيض. كما أصدرت حكما آخر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء والذخائر على كل من عبد العاطي عصام أحمد إبراهيم والسيد شلبي السيد محمد وشعبان صلاح السيد صالح وعبد العاطي عطا عبد الحميد إبراهيم وناجي فؤاد علي عيسى لارتكابهم سرقة بالإكراه مستخدمين سلاحا أبيض وحيازة أسلحة وذخائر ولوجودهم بالطرقات أثناء حظر التجوال، بالإضافة إلى القبض على 69 فرد من مثيري الشغب والبلطجة وخرق حظر التجوال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.